السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاكيت جدو، حبايب جدو، سنة أولى ثانوي، طلبة سنة أولى ثانوي، ثانوية عامة، بكالوريا. بدأنا المرة اللي فاتت منهج الجبر، النهاردة إن شاء الله هنبدأ منهج الهندسة. عندنا الترم ده أولاد شوية هندسة مستوية في منتهى اللطف، يعني حاجة كده دلع السنين. الهندسة الترم ده أحلى هندسة هتشوفها في حياتك، أسهل من بتاع التالتة إعدادي يا مستر بكتير. طب أسهل من تانية إعدادي؟ أسهل بكتير من تانية إعدادي، أو شبه شوية شغل تانية إعدادي. في تانية إعدادي كان عندنا حاجة اسمها التطابق. يعني إيه التطابق دي؟ يعني يبقى المثلثين قد بعض في الزوايا وقد بعض في الأضلاع. أفكركم كنتوا بتكتبوها إزاي؟ كنتوا بتكتبوا المثلث أ ب ج يطابق المثلث س ص ع. يعني ايه كلمة يطابق دي اللي احنا كتبناها؟ معناها ان لو عندي مثلث اسمه أ ب ج يبقى زواياه مثلا 50 60 70، أطواله 4 سنتي 5 سنتي 6 سنتي، يبقى لازما وحتما ولا بد المثلث الثاني اللي اسمه س ص ع يكون زيه بالظبط في كل حاجة. زاوية س 50 زي زاوية أ، زاوية ص 70 زي زاوية ب، زاوية ع 60 زي زاوية ج. الضلع س ص قد الضلع أ ب 4 سم، الضلع ب ج قد الضلع ص ع 5 سم، الضلع أ ج قد س ع يساوي 6 سم. ده كده اسمه تطابق. لكن لما بتكون أم حامل وتخلف وتلاقي تيتا مسكت النونو بصت له، الله ما شاء الله شبه أبوه بالملي. هو إيه اللي شبه أبوه؟ ويقعدوا تيتا تتخانق مع تيتا، وتيتا تقول لها لا ده شبه بنتي، ودي تقول لها ده شبه ابني. هو إيه اللي شبه؟ ده البيبي الصغنن ده سحلية قد كده، وأبوه تنين، وأمه كبيره كده. ايه شبهه دي؟ لا مؤاخذه يعني ايه؟ لا 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 لا، بص عينين ابوه الخلق الناطق، مناخير ابوه الخلق اللي هي قد الكوز دي. ده بص بقه خاتم سليمان زي بق ابوه، وابوه ياكل بقره بخراها. ايه بقى القصه؟ القصه ان في حاجه اسمها التشابه، مش التطابق. الايه؟ التشابه. يعني ايه يا مستر التشابه؟ يعني النون الصغنن ده أ ب ج يشابه التنين الكبير ده. أنا مش فاهم يعني إيه تشابه. بتتكتب كده يا صديقي، نقول المثلث أ ب ج يشابه المثلث س ص ع. طب وأنا أعملها إزاي دي؟ بص يا حبيبي، لازم تلاقي الزاوية تساوي الزاوية، والزاوية تساوي الزاوية، والزاوية تساوي الزاوية. طب ما هو التطابق كده يا مستر، الزاوية بتساوي الزاوية، والزاوية بتساوي الزاوية، والزاوية بتساوي الزاوية. ما هو التطابق كده، بس في التطابق الضلع يساوي الضلع، لكن في التشابه الضلع على الضلع دي نسبة، مقدم وتالي، بسط ومقام، يساوي الضلع على الضلع، يساوي الضلع على الضلع. يعني بنقولها الأضلاع متناسبة لكن الزوايا متساوية. يعني احنا خدنا من التطابق ان الزوايا متساوية،
بس ما خدناش ان الاضلاع متساويه، خدنا ان الاضلاع مالها متناسبه. يعني لو قسمت الضلع على الضلع مثلا وطلع 2 على 3، الضلع الثاني برضو يطلع 2 على 3، الضلع الثالث برضو يطلع 2 على 3. واخد بالك؟ يبقى اسمها الاضلاع ايه؟ متناسبه مش متساويه. البيبي الصغنن شبه ابوه، شبهه مش قده في الحجم، هو شبهه في الشكل لكن مش قده في الحجم. واخد بال حضرتك؟ ده الفرق بين التطابق والتشابه، ده الفرق ما بينهم. ما تجيش بقى حضرتك تقول لي التطابق هو التشابه، اقول لك لا، التطابق فيه شرطين والتشابه فيه شرطين. التطابق اللي خدناه في سنة تانية اعدادي، الزوايا متساوية والأضلاع متساوية. طب والتشابه اللي هندرسه سوا ان شاء الله، هنشرح الكلام ده بالتفصيل، الزوايا متساوية والأضلاع متناسبة. يبقى الموضوع بسيط جدا، احنا كأننا بندردش في سنة تانية اعدادي وانت كبرت بقيت في أولى ثانوي. يعني حضرتك الحمد لله الحمد لله دماغك كبرت لكن المنهج لسه صغنطوط، هتستوعبه بسهولة ما تقلقش. يلا بقى نرجع لشغلنا ونتوكل على الله كده ونشوف احنا هندرس ايه. احنا هندرس التشابه. هندرس ايه في التشابه يا مستر؟ والله يا صديقي هندرس في التشابه حاجتين، تشابه مضلعين وتشابه مثلثين. تقول لي طب هو يعني ايه مضلع اصلا؟ انا مش فاهم. المضلع اي شكل هندسي يتكون من اتحاد عدد من القطع المستطيلة. يعني الشكل اللي قدام حضرتك ده كده اسمه مضلع، أ ب ج د، ده مضلع رباعي، شكل رباعي، دي 4 أضلاع. المضلع س ص ع ل شكل رباعي، ممكن يبقى خماسي، ممكن يبقى سداسي، ممكن يبقى ثلاثي يا مستر ويبقى مثلث، ممكن طبعا. المضلع هو شكل هندسي مغلق يتكون من اتحاد عدد من القطع المستقيمة، أقل عدد 3 قطع اللي هو يديني المثلث. طب وأكبر عدد؟ لا، مفيش عدد، يعني عدد لا نهائي من الأضلاع، حط أي رقم أنت عايزه. طيب هندرس ايه في تشابه مضلعين يا مستر؟ والله عندنا شوية معلومات نظرية كده، مش هقولها لك كلها مرة واحدة عشان ما تتلخبطش. أنا هقول لك إحنا عشان المضلعين يتشابهوا يلزمنا شرطين. الحتة دي كلها كده بنتكلم في اللي أنا بقوله ده. عشان المضلعين يتشابهوا يلزمنا كم شرط؟ شرطين، أنا قلتهم لك من شوية. الشرط الأول الزوايا المتناظرة متساوية، الزوايا المتناظرة متساوية، والأضلاع المتناظرة اوعى تغلط متناسبة. برافو عليك، عظمة، ولادي شطار ما شاء الله. قلت المعلومة مرة لقطوها خلاص. تاني، الزوايا المتناظرة متساوية، الأضلاع المتناظرة متناسبة، ويجب أن يتحقق الشرطان معا. لازم الشرطين يجوا مع بعضهم، ما ينفعش شرط لوحده، ما ينفعش شرط منهم لوحده. ده في تشابه المضلعين. لما نروح تشابه المثلثين وعليك خير هنحكي حواديت تانية خالص. صلينا على سيدنا النبي. طيب ايه بقى الملاحظات اللي انت كاتبها دي يا مستر؟ والله يا حبيبي بقول لك وانت بتكتب المضلعات المتشابهه يا ريت تمشي بترتيب الزوايا. يعني زاويه أ بتساوي مين؟ بتساوي س، خلاص المضلع ده يبدا بأ وده يبدا بس. زاويه ب بتساوي مين؟ بتساوي ص، يبقى يجي زاويه ب ثم زاويه ص. ترتيب الرؤوس بس مش اكتر من كده، عشان ده يسهل عليك استنتاج الزوايا واستنتاج التناسب. طيب لما اطلع بقى نسب الاضلاع، نسب الاضلاع دي اللي هي الضلع أ ب على الضلع س ص مثلا طلعت ب2 على 3، او ده اسمه معامل التشابه. النسبه دي ليها اسمها معامل التشابه. طب ومعامل التشابه ده انا هستفيد بيه في حاجه؟ هنستفيد بيه في حاجات كتير قوي. تعالى بس كده حضرتك نتمشى شويه سوا ونقرا اول مثال عشان نطلع ونجمع المعلومات بتاعتنا. انا مش هقول لك المعلومات نظري، انا هطلعها معاك عملي، والمعلومه اللي هنطلعها هنحفظها. احنا قلنا كم معلومه لغايه دلوقتي؟ فكرني. قلنا معلومتين يوتما ما فيش غيرهم يا استاذ، اللي هم يا حبيبي اولنا عشان يحصل تشابه المضلعان متشابهان، يبقى الزوايا المتناظرة متساوية والأضلاع المتناظرة متناسبة. حلو، اركن المعلومة دي على جنب. اللي بعدها يفضل إن احنا نرص ترتيب الرؤوس
بتاع المضلعين زي بعض عشان يسهل علينا الحل. الله ينور عليك، انت كده 100 100 ومركز معايا. تعال نشوف بقى تالت معلومة. إذا كان ميم واحد وميم اتنين مضلعين متشابهين، المضلعين دول مالهم يا سيد الناس؟ المضلعين دول مالهم متشابهين. استفدت ايه من الكلمة دي؟ الزوايا المتناظرة متساوية، الأضلاع المتناظرة متناسبة. حلوة قوي قوي قوي. وكان طول ضلعين متناظرين فيهما 20 سنتي و16 سنتي. طول ضلعين كام وكام؟ 20 سنتي و16 سنتي. طب ما تيجي نقسم الضلعين دول على بعض عشان نطلع النسبة. يبقى نقدر نقول له 20 على 16 تساوي، دول ضلعين متناظرين، على 4 فوق وتحت 5 على 4. النسبة دي بقى يا جميل أنا عايز أعلمك منها شوية حاجات. صلي على سيدنا النبي وعد على صوابعك عشان الكلام مهم. دي اسمها النسبة بين الأضلاع. النسبة بين الأضلاع طلعت كام يا جميل؟ مستر طلعت 5 على 4. أنا ممكن أستفيد إيه من النسبة دي يا مستر؟ ده أنت ممكن تستفيد من النسبة دي شوية حاجات. عدهم لي يا أستاذ. حاضر. أول حاجة تستفيدها من النسبة دي النسبة بين المحيطات. المحيط على المحيط يساوي الضلع على الضلع. ادي اول حاجة. المحيط على المحيط يساوي الضلع على الضلع. صعبة دي؟ يعني محيط المضلع الاول على محيط المضلع الثاني يساوي 5 على 4. يا حبيبي خلاص خلصنا. اما يكون معايا النسبة بين الاضلاع يبقى النسبة بين المحيط هي النسبة بين الاضلاع. ايوه حبيبي هي. طب حاجة كمان؟ ممكن استفيد كمان حاجة. المساحة على المساحة تساوي مربع النسبة. ايه ده؟ 5 تربيع ب25، 4 تربيع ب16. النسبة بين المساحات تساوي مربع النسبة بين الأضلاع. تساوي ايه؟ مربع النسبة بين الأضلاع. النسبة بين المحيطات تساوي النسبة بين الأضلاع. النسبة بين المساحات مربع النسبة بين الأضلاع. مربع النسبة بين المحيطات. طب حاجة كمان يا أستاذ؟ نقدر نجيب النسبة بين الارتفاعات. الارتفاع على الارتفاع يساوي مربع النسبة بين الأضلاع. مستر أنا مش مجمع معاك الحتة دي. طب ما تصلي على النبي. تعال نطلع بره كده على وايت بورد لطيفة كده ونلعب لعبة لطيفة سوا. ماشي؟ هعلمك حاجة مش هتلاقيها مكتوبة في كتب. ماشي؟ اللي أنا هقوله ده مش هتلاقي غير جده بس اللي بيجمعه كده بالترتيبة دي. صلي على سيدنا النبي. تعال حط لي في طرف الأضلاع والمحيطات. في الطرف الثاني قصادهم حط لي الارتفاعات والمساحات. شغال؟ الأضلاع والإيه؟ والمحيطات. إيه العلاقة ما بين الأضلاع والمحيطات يا مستر؟ علاقة تساوي. يا راجل يعني النسبة بين الأضلاع هي النسبة بين المحيطات؟ يعني لو النسبة بين الأضلاع 3/4 يبقى النسبة بين المحيطات 3/4؟ النسبة بين الأضلاع 5/6 يبقى النسبة بين المحيطات 5/6؟ النسبة بين المحيطات هي دول زي بعض.
مصدق؟ مصدق يا مستر. طب النسبة للارتفاعات والمساحات تساوي، علاقة تساوي. يا راجل، يعني لو النسبة بين الارتفاعات 3:8 يبقى النسبة بين المساحات 3:8؟ أيوة، دول زي بعض بالظبط. دول زي بعض ودول زي بعض. طب مستر، أنا لو معايا حد من دول ينفع أروح الناحية دي؟ ينفع أمشي كده يا مستر؟ طب أعمل إيه؟ تعمل تربيع. تربع النسبة بين الأضلاع أو المحيطات تدي لك النسبة بين الارتفاعات أو المساحات. مستر، طب ينفع أمشي بالمقلوب؟ يعني يديني دول وأنا أروح الناحية دي؟ طبعا. طب أعمل إيه يا مستر عشان أرجع هنا؟ تعمل جذر تربيعي. النبي يا مستر مثال صغنن على مهلك خالص. وصغنن ليه؟ خليه كبير. مضلعان النسبة بين ضلعين فيهما 3:4 فإن، يلا بقى عد على صوابعك. 1. النسبة بين محيطيهما تساوي النسبة بين مساحتيهما. النسبة بين ارتفاعيهما. يلا يا بطل. مستر والله اتحلت خلاص. أنا معايا دول خلاص، أنا معايا الخريطة دي خلاص. النسبة بين الإيه يا باشا؟ دي النسبة بين إيه وإيه؟ يا مستر دي النسبة بين الأضلاع. الأضلاع كم إلى كم؟ 3:4. يبقى المحيطات 3:4. طب روح الناحية دي 9/16. 9/16 بس، خلص الحوار. يبقى النسبة بين الأضلاع 3/4 أو 3:4، لأن النسبة بين الأضلاع تساوي النسبة بين المحيطات. طب النسبة بين المساحات المربع تربيع يا مستر. أنت رايح من الأضلاع للارتفاعات والمساحات تعمل إيه؟ تربيع، ربع. 9/16. طب ما هي المساحات زي الارتفاعات يا مستر، الاتنين زي بعض، يبقى 9/16. فهمتوا الحدوته يا ولاد؟ فهمتوا الحدوته؟ اهو دول 4 ملاحظات من الصفحه الاولانيه اللي انا قلت لك مش هقعد اقولهم معاك نظري، انا هفهمهم لك عملي. يبقى الحته دي، الرسمه دي مش هتلاقيها ولا في كتاب المعاصر ولا في كتاب الوزاره، هتلاقيها في ملزمه جده بس تحت الفيديو. ماشي يا حبيبي؟ كده انا وفرت عليك. اول ما اديك اضلاع يبقى انت عارف تقدر تجيب محيطات ومساحات وارتفاعات. طب ادالك مساحات تقدر تجيب محيطات وارتفاعات واضلاع وهكذا. لو رايح من الارتفاعات والمساحات للاضلاع والمحيطات هنجذر. طب رايح من الاضلاع والمحيطات الى الارتفاعات والمساحات نربع. وخلص الحوار على كده. فيها اي ازمات دي؟ تعال بقى نشوف المسائل. يلا بقى نرجع لمسائلنا ونشيل بقى الكلام اللي احنا كنا كاتبينه ده. ما احنا كتبناه حلو خلاص وبروزناه وصورناه وخدنا سكرين شوت للشاشة وبقى معانا ومكتوب في الملزمة كمان. المسألة بتقول إذا كان مضلعين متشابهين وطول ضلعين متناظرين 20/16 نقدر نجيب النسبة؟ خدنا 20/16. خدنا 20/16 دي واختصرناه، طلعت النسبة كام؟ 5/4. دي النسبة بين ايه؟ دي النسبة بين ضلعين متناظرين، دي النسبة بين الأضلاع. يا عم سيبك من المسألة، سيبك من المسألة، تعال لما أسألك. يبقى النسبة بين المحيطات، قول 5/4 يا مستر.
لأن النسبة بين الأضلاع تساوي النسبة بين المحيطات. النسبة بين المساحات أربع يا مستر 25 على 16. النسبة بين الارتفاعات زي النسبة بين المساحات 25 على 16. هو طالب إيه؟ فإن محيط المضلع إلى محيط المضلع، المحيطات نفس النسبة دي يا مستر 5 إلى 4. الاختيار ده بس خلاص، لأن الأضلاع زي المحيطات. في حاجة صعبة؟ يبقى اللي فاهم بيريح، اللي فاكر الرسمة السحابتين بتوع جده اللي احنا رسمناهم على الوايت بورد من شوية خلاص الموضوع خلص. شوف المسألة اللي بعدها كده. مضلعان متشابهان، النسبة بين ايه يا جميل؟ محيطة يهمك. يلا اسألك النسبة بين ضلعين متناظرين 4 إلى 9 نفس النسبة يا مستر. طب النسبة بين المساحات ربع يا مستر 16 إلى 81. 4 تربيع ب 16، 9 تربيع ب 81. النسبة بين الارتفاعات نفس النسبة بين المساحات مربع. طب حلو، هو عاوز ايه؟ فإن النسبة بين طولي ضلعين، مش المحيطات زي الأضلاع. طب المحيطات، النسبة بين المحيطات كانت 4 على 9. يبقى النسبة بين الأضلاع كم يا جميل؟ انت لسه قايلها بعظمة لسانك، تساوي برضو 4 على 9 يا مستر، لأن النسبة بين المحيطات بتساوي النسبة بين الأضلاع. إيه ده بكل بساطة كده؟ ويبقى الاختيار 4 على 9 الاختيار ألف. بس يا باشا اللي بعده. مضلعان متشابهان، متشكرين يا أبو الحاج، هم متشابهان الحمد لله. مالهم؟ النسبة بين طولي ضلعين، يبقى الأضلاع، النسبة بين الأضلاع كم إلى كم يابا؟ 3 إلى 4. يلا جاوب كل حاجة. يبقى المحيطات 3 إلى 4، المساحات 9 إلى 16، الارتفاعات 9 إلى 16. حفظنا خلاص، موضوع انتهى. إيه ده بقى؟ بيقول لي محيط الأصغر كام؟ 15. مش النسبة بين الأضلاع هي النسبة بين المحيطات يا أولاد؟ أيوه. يعني النسبة بين المحيطات 3 إلى 4. أيوه يا مستر والله. الصغير بكام؟ 15. مين الصغيرة؟ 3 ولا 4؟ 3 طبعا. هنحط تحتها 15 ويبقى المحيط الكبير مجهول. صح كده؟ يلا يا باشا قول أنت بقى المقص. يلا. محيط الأكبر يساوي، يلا قول مين في مين على مين؟ 4 في 15 على 3 يساوي 20 سنتيمتر. بس خلاص، سهل قوي قوي. المسألة دي اللي يقراها يحس انها صعبة جدا، والحقيقة هنشوف مجرد ما نركز شوية مش تبقى فيه مسألة أصلا. إذا كان المضلع أ ب ج د يشابه المضلع س ص ع ل، دي رؤوس مرتبة يا مستر؟ يعني أقدر أقول زاوية أ تساوي زاوية س طبعا، وزاوية ب تساوي زاوية ص، وزاوية ج تساوي زاوية ع، وزاوية د تساوي زاوية ل. وإيه كمان؟ وألف ب. أنا عايز أعلمك تطلع التناسب بطريقة سهلة. بص يا حبيبي، التناسب ألف ب، خدت بالك من السهم ده؟ على س ص يساوي ب ج على ص ع يساوي ج د على ع ل يساوي د ألف. ما تقولش ألف د. على لام س. خليه اتجاه دوري واحد. خدت بالك من الأسهم اللي بتنط دي؟ خليه اتجاه دوري واحد. هو مديني أ ب بكام؟ ب 32. من نظيره س ص، ما ادانيش س ص. انا طلعت التناسب بتاعي اللي هو أ ب على مين؟ على س ص يساوي ب ج على مين؟ ص ع يساوي ج د. بس انا مش محتاج ج د ومش محتاج د الالف يا اولاد، هم دول اللي انا محتاجهم، هو دول اللي جاب سيرتهم في المساله. قال لي المضلعين متشابهين، طلعت التناسب.
هو في بقيه تناسب يا استاذ؟ ايوه في تاني يا اولاد، بس انا مش محتاجه، هكتبه بلون مختلف اهو عشان انتوا تبقوا فاهمين ان ده احنا مش محتاجينه، اللي هو ج د على نظيره عين لام يساوي د الف على نظيره لام س. بس انا مش محتاج النسبتين دول، هو ما جابش سيرتهم. بص كده في المساله، هو جاب سيره مين؟ ادالك ايه؟ بيقول لك ا ب طوله كام؟ 32 سم، وب ج طوله كام؟ 20 سم، دول اللي هو جاب سيرتهم. تعال نعوض عنهم. ا ب 32، ب ج ب 40، دول اللي هو جاب سيرتهم اهو. ومين كمان؟ س ص بيساوي 3 م ناقص 1. طب وصاد عين 3 م زائد 1. سامعك والله سامعك، وانت بتقول جوه بقك نعمل مقص. سامعك. اصل اي حد فيكم ما شاء الله تبارك الله يعني مش محتاجه كسر بيساوي كسر نعمل مقص، ولا محتاجه ذكاء ولا محتاجه اي حاجه. يلا نعمل مقص يا جميل. 40 في 3 م ب 120 م، 40 في سالب 1 بسالب 40 تساوي 32 في 3 م ب 96 م. مش عارف تضرب 32 في 3 كده، اضربها على الآلة. 32 في 1 ب 32. هتلاحظ هنا في شوية ميمات وأرقام، وهنا ميمات وأرقام. هنجمع الميم في طرف والأرقام في طرف زي سنة أولى إعدادي يا جميل. يبقى عندي 120 م، 96 م هنا موجبة، لما أعديها ليساوي هتروح إيه؟ أيوة جدع، برافو عليك، بعكس الإشارة. سالب 96 م تساوي ال 32. يلا هنودي ال 40 بعكس الإشارة يا مستر تبقى موجب 40. برافو عليك يا ابني. يلا حبيبي نكمل سوا. 120 م ناقص 96 م، 120 ناقص 96 يساوي 24 م تساوي 32 زائد 40 يساوي 72. هنقسم على الكام؟ مستر هنقسم على ال 24. نقسم هنا على 24 عشان نتخلص من ال 24 اللي مع الميم، ونقسم هنا على 24 يفضل من هنا ميم، ولما نقسم على الآلة 72 على 24 فيها التلاتة. ادي قيمة ميم يا بطل. لو هو طالب مني ميم فانا جبتها خلاص. طب يا مستر لو قال لي هات طول س ص، يا عم بسيط، 3 في 3 ب 9 ناقص، انت جبت التلاتة منين؟ قيمة ميم اهي يا بطل. يبقى 3 في 3 ب 9 ناقص 1 8 سم. طب لو قال لي هات صاد عين، هقول له 3 في 3 ب 9 زائد 1 ب 10. يبقى طالما جبت الميم اي حاجه سهله. عايز مني ايه؟ يقول انا عايز ميم، خد بس خلاص. يبقى المساله تبدو في ظاهرها مرعبه، حقيقه الامر المساله سهله وبسيطه لو انت فاهم يعني ايه تشابه. اول ما يقول لك تشابه انت استفدت كام حاجه؟ 2 اضلاع متناسبه، زوايا متساويه، وخلص الحوار على كده، ولا اي لف ولا اي دوران. مستطيلان مالهم؟ متشابهان. حلو. بعد الاول 4. بعد يعني ايه؟ مستر الطول والعرض يا مستر. يبقى الاولاني العرض 4، الطول 10. ده المستطيل الاولاني. بعداه 4 و10. لو انا عايز النسبه بين البعدين سهله، بس انا مش محتاج النسبه بين الابعاد في حاجه. ده المستطيل الاول. المستطيل الثاني بقى محيطه. ده كده بقى حركه صياعه. محيط الثاني. هو انا ينفع اجيب علاقه ما بين الطول والعرض دول؟ والله يا مستر اقدر اجيب بهم محيط المستطيل الاول. طب وانت هتجيب محيط المستطيل الاول ليه؟ عشان يبقى عندي محيط الاول ومحيط الثاني اعرف اعمل نسبه. تصدق صح، ويبقى معايا النسبه بين المحيطات
اقدر اجيب منها النسبة بين الاضلاع، واقدر اجيب منها النسبة بين المساحات، واقدر اجيب النسبة بين الارتفاعات، تبقى الدنيا سهلة بعد كده. يبقى انا كده محتاج ايه؟ افكر تاني. انا معايا محيط المستطيل التاني، يبقى انا محتاج محيط المستطيل الاول عشان اجيب النسبة بين المحيطات. يلا نجيب محيط المستطيل الاول. محيط المستطيل الاول، ما تفكرني كده، هو محيط المستطيل بيساوي ايه؟ يا مستر عيب، الطول زائد العرض في 2، عارفها دي من رابعه ابتدائي. واحد تاني يقول لي لا 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 انا كنت ناسيها. يا عم انتوا الاثنين زي بعض. ناسيها؟ اديني فكرتك. عارفها؟ برافو عليك، ما عندكش مشاكل. يلا نجيب محيط المستطيل، الطول زائد العرض في 2. الطول كام؟ 4 زائد العرض كام؟ الطول والعرض 10، ادي البعدين اهم، في 2 يساوي 28 سنتيمتر. يبقى محيط المستطيل الاول كام يا بطل؟ 28. محيط الثاني كام يا عمنا؟ 140. نقدر نجيب النسبة بينهم ولا ما نقدرش؟ بكل سهولة يا مستر. النسبة بين المحيطات تساوي 28 على 140. على آلتك كده يلا. 28 على 140 يساوي، هتلاقي الآلة كتبت لك 1/5. يبقى النسبة 1/5. دي النسبة بين الايه؟ المحيطات. النسبة بين الايه؟ المحيطات. النسبة بين المحيطات 1/5. محيط الصغير محيط الكبير، دي النسبة بين المحيطات. لو انا جيت دلوقتي قلت لك النسبة بين المساحات، تقول لي مستر سهلة خالص، مربع دي 1/1 5/25، دي النسبة بين المساحات. طب لو قلت لك النسبة بين الارتفاعات، تقول لي الارتفاعات زي المساحات 1/25. طب النسبة بين الأضلاع 1/5. خلاص معاك كل النسب يا باشا. هو عايز ايه؟ بيقول لي فإن مساحة المستطيل الثاني، يا دي النيلة، هو المستطيل الثاني ده نسبة محيطه كام؟ 5. دي النسبة بين الايه؟ المحيطات، اوعى تنسى، دي النسبة بين المحيطات. طب النسبة بين المساحات تبقى كام؟ تبقى 1/1/25. دي كده النسبة بين الايه يا جميل؟ المساحات. هو عاوز مساحة مين؟ عايز مساحة التاني، دي بكام؟ طب ما انت عشان تجيب مساحة التاني لازم تجيب الأول مساحة الأول. يا مستر ما هي مساحة الأول سهلة، مش المستطيل الأول 4 سم و10 سم، ومساحة المستطيل الطول في العرض؟ أيوة، يعني 4 في 10 ب40، مساحة المستطيل الأول 40 سنتيمتر مربع. حصل مقص يا مستر، يبقى مساحة الثاني هتساوي 40 في 25 على 1، بتساوي 1000 سنتيمتر مربع. ادي مساحة المستطيل الثاني يا عم الحاج. مستر المسألة دي لفة شوية. طبعا المسألة فيها لفة شوية، لفة كتير المسألة، بس مش على ولادي، لفة على الناس التانيين، انما على ولادي لا. ولادي حبايبي بالراحة كده، احفادي الجمال بالراحة. تعال نلم المسألة تاني من الأول ونرتبها. بسم الله الرحمن الرحيم. مديني ضلعين بتوع المستطيل الأولاني، قلت له إن الضلعين دول أنا أقدر أجيب لك محيط المستطيل الأول، وأقدر أجيب لك مساحة المستطيل الأول بكل سهولة طالما معايا طول الضلعين. المحيط الطول زائد العرض في 2، والمساحة الطول في العرض. يبقى المحيط 4 زائد 10 ب14 في 2 ب28، ده محيط الأول. طب والمساحة الطول في العرض 4 في 10 ب40، خلص الحوار، سنتيمتر مربع. يبقى المستطيل الأول معايا محيطه ومعايا مساحته.
طب المستطيل الثاني اداني ايه؟ اداني محيطه بس. قلت له بسيطه، انا هقول محيط الاول الى محيط الثاني واطلعها واربعها تديني مساحه الاول الى مساحه الثاني. جبت محيط الاول الى محيط الثاني اللي هو 28 الى 140 طلع 1 الى 5. ربعتها بقت 1 الى 25. كده النسبه بين المساحات. احط بقى مساحه الاول واجيب منها مساحه الثاني بالمقص وخلاص خلص الحوار. بس المساله لطيفه جدا. مستر هي دي مساله امتحان؟ قوي جدا خالص. دي مساله امتحان ترم ومساله امتحان شهر وكل حاجه. مساله في منتهى الجمال. يلا يا باشمهندس نشوف مساله كمان. مستر ده مديني رسمه. مدي لك رسمه ليه مثلا؟ يعني بيدلك لك السمانه مثلا؟ مدي لك الرسمه تجيب منها الابعاد. ايوه، طب ما انا مش مجمع. تعالى كده بالراحه نجمع سوا. الضلع ا د ده ب 12، يبقى الضلع ب ج ده كله ب 12. الضلع د ج ده ب 6، يبقى الضلع ا ب ده ب 6. استنى مستر، ده كله ب 6؟ طلع لي منهم ال 2 سم دول بتوع س ب. حلو، يبقى س ا ده ب 4 سم يا مستر. جدع يابا، برافو. طب عايز مني ايه بقى؟ انا دلوقتي اقدر اقول له كل حاجه. هو بيقول لي المستطيل بيشبه المستطيل، ماشي. طب عايز مني ايه؟ عايز طول ص ج. طب ما تيجي نجيب النسبه بين الاضلاع. النسبه بين الاضلاع مش س ب عرض المستطيل الصغير؟ طب وأ ب عرض المستطيل الكبير. يبقى انا اقدر اقول له الصغير على الكبير اللي هو س ب على أ ب. حلو، ادي كده النسبه بين العرضين. طب ما تيجي نجيب النسبه بين الطولين يا استاذ. يلا يا جميل. المستطيل الصغير طوله ب ص، المستطيل الكبير طوله ب ج. زعلان من حاجه؟ لا يا مستر خلاص. يبقى كده العرض على العرض يساوي الطول على الطول، عشان دول مستطيلان مالهم متشابهان. العرض على العرض يساوي الطول على الطول. حلو، يلا نعوض بالارقام. س ب 2 سم، طب وأ ب كله 6 سم. طب ب ص مجهول يا مستر. طب ب ج قد أ د يا مستر ب 12 سم. تقدر تجيب ب ص وانت سايب ايدك وتقول ب ص يساوي مين في مين على مين؟ يلا قول. ب ص يساوي مين في مين على مين؟ 2 في 12 على 6 يساوي 4 سم. الله يبارك في عمرك يا حبيبي. يبقى دلوقتي انت عرفت ان ب ص ده طوله 4 سم. الضلع ب ج كله ب 12، يبقى ده ب 8 سم. انت كده جبت كل حاجه، مفيش ولا ضلع مجهول. دلوقتي بس من حقك تقول له هو انت عاوز ايه؟ بيقول لي انا عايز طول ص ج. ما انا لسه مطلعها. ص ج بتساوي 8 سم. بس كده يا جميل. يبقى الاختيار ب وخلص الحوار. اهو شفت الكلام سهل ازاي؟ كلام مبسط جدا، ما فيهوش لف ودوران. تعالى بقى حضرتك نشوف المسألة دي كمان. ايه ده بقى؟ ولا اي حاجة، مسألة في منتهى الوضوح. بيقول لي المضلع أ ب ج د يشبه المضلع ه واو ز ح. ايه الاسامي دي يا مستر؟ طب ما تيجي نطلع التناسب. احنا عارفين ان الزوايا متساوية خلاص. زاوية أ تساوي زاوية ه، زاوية ب تساوي زاوية واو، زاوية ج. بس هو مش طالب مني زوايا في المسألة، لكن طالب معامل التشابه اللي هو النسبة بين الأضلاع. يلا نجيب النسبة اللي هي أ ب على ه واو. فاكر؟ س على س يساوي ب ج على واو ز يساوي ج د
على زين ح يساوي د ألف على ح ه. ادي التناسب بتاعنا يا مستر. لو عرفنا اي نسبة كاملة من دول دي اسمها معامل التشابه. لو طلعنا اي نسبة كاملة منهم بسط ومقام معلومين دي اسمها معامل التشابه. طيب تعال ندور كده على ايه المعلومات اللي معانا. والله يا مستر معانا ألف د. حلو. طب معانا نظيره. هو ده الألف ده نظيره مين؟ نظيره ح ه ب8. الله. يبقى انا اقدر دلوقتي اقول له ان ده الألف ده طوله 12 معلوم على ح ه طوله 8 معلوم. لو اختصرت النسبة دي هتطلع 4/3. ده اسمه ايه ال4/3 ده؟ اسمه معامل التشابه. ومع معامل التشابه انا عايز اعلمك معلومة قبل ما نروح احنا خلاص خلصنا المطلوب الاول، بس انا عايز اعلمك معلومة قبل ما ننتقل للمطلوب التاني. ماشي؟ تركز معايا كده وتصلي على سيدنا رسول الله عشان اعلمك المعلومة دي. بص يا دكتور، معامل التشابه ليه 3 حالات. هنرمز لمعامل التشابه مثلا بالرمز ميم، مثلا بالرمز كاف، لو معامل التشابه اللي احنا بنرمز له بالرمز كاف طلع اكبر من الواحد الصحيح، يعني بالبلدي مش دايما معامل التشابه بيطلع بسط ومقام يا اولاد نسبة؟ بسط ومقام. لو طلع البسط اكبر من المقام ده معناه ان كاف اكبر من واحد صحيح، بنسميه معامل تشابه تكبير. يعني المضلع الاول اكبر من المضلع الثاني. لو طلع معامل التشابه اقل من الواحد الصحيح، يعني اقل من الواحد الصحيح يطلع بالسالب يا استاذ؟ لا، ينحصر بين الصفر والواحد. معامل التشابه لا يمكن يطلع مستحيل يطلع بالسالب لانه نسبة بين اضلاع، ينحصر بين الصفر والواحد. يعني بالبلدي البسط اصغر من المقام، بنقول عليه معامل تشابه تصغير. تاني يا مستر، لو البسط مثلا 8 والمقام 5، البسط اكبر من المقام، فهنا الكاف نقول عليه معامل تشابه تكبير. لكن لو البسط اصغر من المقام مثلا 3/7، فكده البسط اصغر من المقام اسمه معامل تشابه تصغير. طب لو طلع بيساوي الواحد الصحيح يا مستر، ده كده مش معامل تشابه يا اولاد، ده اسمه تطابق. ده مش تشابه، ده تطابق يا فندم. لو طلع الكاف بواحد يبقى تطابق. تمام؟ يبقى وانت بتطلع معامل التشابه انت بتبقى قادر تعرف مين فيهم اللي اكبر. لو البسط اكبر من المقام يبقى المضلع الاول اكبر من المضلع الثاني. لو البسط اصغر من المقام يبقى المضلع الاول اصغر من المضلع الثاني. لو طلعت واحد صحيح هما الاثنين قد بعض، ده تطابق، مفيش حد اكبر من التاني. تعال نرجع لمسألتنا. انا بس حبيت افكرك بالمعلومة دي عشان معلومة لطيفة. المسألة كان بيقول لي هات معامل التشابه، جبته وطلع ب4/3. عايز ايه؟ بيقول لي انا عايز قيمة س وقيمة ص. فين س دي؟ س اللي مكتوبة على الضلع اللي هو زين ح. زين ح بكام؟ زين ح ده بسين. الكلام ده بيساوي
س. طب والجيم ده نظيره بكام؟ ب15. وايه كمان؟ عايز صاد. هي صاد دي محطوطه على مين؟ على الضلع أ ب الاولاني خالص، صاد زائد 2 على. طب ه واو، ه واو بكام؟ ب6. الكلام ده بيساوي الكلام ده بيساوي 4/3. خدت بال حضرتك؟ انا عوضت بس بالارقام قدامك. انا جبت كل ضلع على نظيره. أ ب طوله صاد زائد 2، فرحت شايل أ ب وكاتب صاد زائد 2. مين نظيره؟ ه واو بيساوي كام؟ 6، قمت كاتب ال6. ب ج وواو زين مش محتاجهم، ده اللي انا جبت بيهم التناسب اصلا. انا عايز اللي عليها س بقى، السين على زين ح. مين نظيره؟ ج د ابو 15. يبقى انا اقدر دلوقتي يا مستر ببساطه واختصار اقول لك ان صاد زائد 2 على 6 بتساوي معامل التشابه اللي هو 4/3. واقدر اقول لك كمان ان 15 على س بتساوي معامل التشابه اللي هو 4/3. ومن هنا اقدر اعمل مقص اطلع الصاد، ومن هنا اقدر اعمل مقص اطلع السين بكل سهولة. 4 في س ب4 س، 3 في 15 ب45، هجيب ال4 اسمه يبقى س بتساوي 45 على 4. ادي قيمة س. طب وهنا مقص الصاد زائد 2 هضربها في كام؟ في 3. صاد في 3 ب3 صاد، 2 في 3 بموجب 6 تساوي 4 في 6 ب24. يلا ودي ال6 بعكس الإشارة يبقى 3 صاد بتساوي 24 ناقص 6 ب18. على 3 على 3 الصاد بتساوي 6. ادي قيمة س وقيمة صاد. موضوع بسيط جدا، موضوع تشابه المضلعات، اسهل منه مفيش، اسهل منه مفيش. تستنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن تشابه المثلثات، مش تشابه المضلعات، تشابه المثلثات بنظرياته الخمسة، نظريات الخمسة لتشابه المثلثات. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتلاقوا تحت الفيديو الPDF بتاع الشرح بتاعنا ده، وهتلاقوا في اخره كده شوية تمارين على تشابه مضلعات. سخن ايدك، جهز نفسك. مستر انا عايز احل كتاب المعاصر، يلا توكل على الله روح حل اول تمرين على تشابه المضلعات. لا انا بحل من الماهر، توكل على الله روح حل من الماهر. لا انا هحل من الPDF بتاعكم، وماله هتلاقيه في ظهر الملزمه موجود عندك تمارين على تشابه المضلعات. شرفتوني، نورتوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم المحاضره الجايه.